بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على قناة على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهاردة أكلم حضراتكم على واحد من أفضل من أنجبت الملاعب المصرية، ألا وهو رحمة الله عليه الكابتن الملقب بالغزال الأسمر كابتن إبراهيم يوسف. طبعا قبل ما اخش في موضوع الحلقه واتكلم عن الكابتن ابراهيم، ايه اللي كان بيميز الكابتن ابراهيم يوسف كواحد من افضل مدافعين القاره السمراء في القرن الماضي، او ابرز مدافع يعني في تاريخ مصر؟ ايه اللي كان بيميز الكابتن ابراهيم يوسف؟ طبعا الكابتن ابراهيم يوسف اللي كان بيميزه الطول الفارع، الرشاقه، المرونه، التمركزات اللي كان بيتمركزها صح كواحد بيعمل العمق في كل الماتشات اللي هو بيلعبها، ان هو بيجيد اللعب برجلين الاثنين بلس زائد الهيدر، زائد ان كانت كمان عقليته في الكوره كانت يعني كان راجل حتى بعد ما خلص كوره بقى في التحليل يعني له وجهه نظر، ودايما وجهه نظره كانت بتبقى في محلها طبعا. رحمه الله على الكابتن ابراهيم يوسف. طبعا الكابتن ابراهيم يوسف اختارته فرانس فوتبول مرتين على التوالي كأفضل ثالث لعيب في القارة السمراء، ودي حاجة نادر لما بتحصل، خصوصا ان الكابتن ابراهيم كان بيلعب مدافع. فده بتبين لك ان الكابتن ابراهيم يوسف كان مدافع سبق عصره ب 300 سنة. تمام، دي حاجة بتأكد الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. يعني وانت قاعد بتتفرج زي اللوح في اي ماتش، شايف المدافع مش عارف يطلع كوره وتمركزه غلط ومدفوع فيه 30 مليون واحسن مدافع ولا اداؤه مش نافع اه الكلام اللي انتوا بتشوفوه. يعني دي ما ده حاجه من الحاجات اللي احنا بنقدمها لحضراتكم عشان انتوا تستفيدوا. رقم اتنين، يعني بعد ما اختارته فرنسا فوتبول بقى محط انظار. طبعا فرنسا فوتبول دي يعني مجله فرنسيه، فبقى محط انظار نادي باريس سان جيرمان وسانت تيان الفرنسي. اوكي. بعدها الكابتن ابراهيم يوسف جاله بعد الزمالك ما حصلت على بطوله 84 دوري ابطال افريقيا، طبعا جاله عقد بمليون ونص دولار سنه 1984. فده كان وقتها المبلغ ده كان يعني يخض، يرعب. طبعا الحاجات دي او الناس دي بصت للكلام ده لان كابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه كان مدافع بارع، كان مدافع له يعني تقله في الملعب وله شخصيته، وكان قائد في خط الظهر بلس العقليه اللي كان فيها والتمركز والتحكم في الكوره وان هو بيعرف يطلع كوره وبيبني هجمه من تحت. فالحاجات دي ما كانتش هتبقى بالسهل. طبعا لما اتعرض على الزمالك مبلغ المليون ونص دولار، وقت ساعتها رفض الكابتن حلمي زمورة وقال ان الزمالك مش هيعرف يعوض الكابتن ابراهيم يوسف لعده سنين قدام. ودي كانت حقيقه لان الكابتن ابراهيم يوسف لحد الوقت اللي احنا فيه ما جاش مدافع بقيمه وشخصيه وعبقريه الكابتن ابراهيم يوسف، عشان تبقوا فاهمين يا ساده يا افاضل يا كرام. اوكي. اوكي. بعد مباراه مصر والكاميرون 86 الحاصل على الكره الذهبيه، المهاجم الكاميروني روجيه ميلا طلب بالاسم الكابتن ابراهيم يوسف علشان يتعرف عليه وعشان يتكلم معاه وعلشان عبقرية الكابتن ابراهيم يوسف وعشان اداء الكابتن ابراهيم يوسف وعشان ان هو كان محط انظار افريقيا والعالم. يعني دي كانت حاجة يعني ان لعيب حصل على الكرة الذهبية يطلب ان هو يتعرف على الكابتن ابراهيم يوسف وقتها بعد مباراة مصر والكاميرون في سنة 86. ده حاجة يعني العلم بالشيء عشان حضرتك وانت قاعد برضه زي اللوح تفهم انا بقول لك ايه، وما تروحش تدور على واحد هايف في القناه تسمعه واسمع اللي انا بقول لك عليه، لان اللي انا بقول لك عليه ده مش هتدور وراه ابدا. أنا بديك معلومه عشان انت تستفيد. يعني النهارده بكلمك على واحد من احسن مدافعين اللي جم في تاريخ الكوره على مستوى العالم، انا بعتبره يعني بيكن باور افريقيا الكابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه. طبعا الكابتن ابراهيم يوسف يعني كانت حاجه وحاجه يعني ما اتكررتش لحد دلوقتي، وده مأثر علينا احنا في منتخب مصر. يعني احنا في منتخب مصر ده مأثر علينا احنا، انت مش لاقي مدافع بالتقل ده وبالرزانه دي وبالعقليه دي عشان تقدر تبني عليه هجمه
والى اخره. لان طبعا انت النهارده بتشوف المدافع يعني محمد عبد المنعم اللي انتوا طالعين بالسما، ومحمود الونش برضه في الزمالك، مش نفس العقليه ولا نفس الكره اللي بتطلع والكلام ده كله، برغم ان الكابتن ابراهيم يوسف لعب على مهاجمين بسم الله ما شاء الله بتميزوا بالطول الفارع واللياقه والرشاقه والمرونه والقوه والالتحامات والمراوغات والى اخره. طبعا باختار الكاف ليه كافضل مدافع في القرن العشرين، فانا ماليش كلام بعد الكلام ده. كاختيار الكاف للكابتن ابراهيم يوسف كافضل مدافع في القرن العشرين، فانت ما تبقاش واقف زي اللوح وتفهم انا بقول لك ايه. لان النهارده اختيار الكاف دي ليه يعني خلاص ما فيش بعد الكلام ده كلام ولا قبله كلام. يعني اختيار الكاف للكابتن ابراهيم يوسف كافضل مدافع في القرن العشرين والواحد وعشرين والاثنين وعشرين وثلاثة وعشرين واثنين وعابدين وخمسة وعابدين. كابتن ابراهيم يوسف حصل على افضل لاعب في مصر 4 مرات، منهم مرتين على التوالي، وده حاجه نادرا لما بتحصل، خصوصا ان هو كان بيلعب في خط الظهر. تمام. طبعا النهارده عقليه الكابتن ابراهيم يوسف وشخصيه الكابتن ابراهيم يوسف وادائه ورجولته حاجه اللي انا بتكلم فيها من اول الحلقه. والجزئيه ديت بقى اللي في نهايه الحلقه، الكابتن ابراهيم يوسف ده من انظف الشخصيات الرياضيه اللي جت في تاريخ مصر. وده يعني بشهاده كل الناس، الكابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه ما كانش له مشكله مع اي حد، لا هو وهو بيلعب ولا بعد ما اعتزل كره القدم. وسواء هو في التحليل بيشهد الجميع بقدراته بامكانياته باحترامه يعني كان واحد على خلق، وكان يعني الناس كلها بتجمع على كل شيء فيه ان هو بيدل على ان الكابتن ابراهيم يوسف فلته في الكوره كمدافع وفلته في الاخلاق برضه. نادرا لما بتشوف لعيب الناس كلها بتجمع على اخلاقه، ودي حاجه يعني مش صعب انك تلاقيها، خصوصا في الايام اللي احنا فيها. طبعا يعني رحمه الله على الكابتن ابراهيم يوسف، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى. اتمنى ان يكون موضوع الحلقه نال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش تدعموني بمشاركة على قناة على اليوتيوب، وما تنسوش كلمة السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.